مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى منكم الصلاة على الحبيب محمد، افضل الصلاة عليه. وهيا بنا نبدأ قصتنا. نبدأ لكم بقصة لانغتيان. يلا نبدأ. ويقول منذ وقت ولادتي مكانتي كان مقدر بأنها استثنائية. تهانينا على الولادة يا سيد، هذا دمى مهمة حقه بالخط المباشر العشيرة اللين على الرحب. مظهر هذا الطفل يبدو جذابا، في المستقبل هو سيصبح رجل أو سيما بالتأكيد. لا أعلم أي اسم سيكون مناسبا للفتيات. هو سيد لانغتيان لانغتيان. الرجل الصغير يضحك اللطيف حقه دادا أبي ينظر. هل صنع دم الحصان هذا بنفسك؟ أجل تشكيلها كان مثير جدا. هم على الرغم من أنها مجرد لعبة لكنها دقيقة جدا. لانتيان الصغير ذكي جدا، في المستقبل سأحرص على أن تصبح العضو الأساسي خط على اللين مباشر. هي ليس حقه. هي لا يجب عليك تذليل كثيرا عمي، الفتى لا يزال أمامه طريق طويل. المدح من طرف الناس حولي بنظري كان ذلك شيء طبيعي للغاية. هيا سيد الشاب، هل هيك الكتب فنون القتال النادرة هذه؟ هناك العديد من فنون القتال المتوسطة بينها. هل هذا مفاجئ؟ بالطبع سيد الشاب، مو بحقه. سيد الشاب، مو في فنون القتال. هذا العجوز لم يرى شيء كهذا من قبل، حتى بين العشائر الأربعة. هذا أمر فريد من نوعه أيضا، الذي هو مبالغ فيه. يجب أن يتم هذا العجوز سعيد جدا. يجب أن يتم الإبلاغ عن هذا للسيد والسيدة حسنا. لا تزعجني بينما أنا أدرس. أنا مختلف بالكامل عن الشخص العادي. أنا أستسلم. سأسمح لك بالانسحاب مبكرا قبل أن تشل بشكل سيء. المرة القادمة لأنك بحيدي. لاتيان هزم خامس أكبر تابع أساس الكثير من الضجيج فقط في العاشرة من سنة، وقد دخل مستوى يوان الأرض. أي نوع من موهبة هي هذا؟ ليس كما يجب أن يكون محكوم عليه. لا فائدة من إثارة ضجة حول كل مرة. يملك مستقبلا واعدا. أنا لين لانتيان، رجل مختار من طرف السماء. الأخ الأكبر لين لانتيان، أيا منذ طفولته حتى بلوغ ظل يسمع عنهن بالكامل وتحديدا عبقري. سوى القوى أو المكانة والاحترام وحتى التبجيل. بالنسبة لي كل ذلك يمكن الحصول عليه بسهولة. ويتعجز يغلى. هي الفتى لا يزال أمامك طريق طويل جدا. على الرغم من ما قاله ذلك الوحش العجوز، ما قلت صحيح. طريقة ضحك ذلك الرجل غريبة جدا، لكن هذه كلمات غير مهمة بعد الآن. أنا ما كان صدق بالتأكيد لأن اتقيتها تشوتشين. تابع معبد تشين للسماء التاسعة العالية لين تشوتشين. مظهرها ليس مبتذلة، سلوكها متألق، شخص استثنائي من سيارة النعيم. ليس أن قوتي خلفها، لكنها ولد في طائفة خارق القوة أيضا. ببساطة تزيد للكمال. حتى وإن جعلتها تنتبه لي في عينيها، هي تعتبر موهبة طبيعية تلك اللامبالاة الفريدة التي تملكها. أنا وهي نفس الشيء. هذه المرأة فقط لا يستحق أحد غيري. سيدة تشوتشين، يمكن مناقشة بعض فنون القتال ما لم تكن في عجلة من أمرك. جالس من بطلنا. هاي ما يبدو سيشيا محتل مستوى تدريب هذه الفتاة الصغيرة لا يزال ضعيف الحسن. الحظ معلمتي لم تتخلى عن قدرتي الصغيرة، إذا كيف قدر ضعيف السيد الشاب أن يناقش شيئا. جزيل الشكر لطف دعوة السيد الشاب العظيم، لكن معبد شين لا يريد ظهور شي مخجل. إذا لا تلم معبد شين من فضلك لافتقار الأخلاق، ثم تتخلى عنه بسهولة وهو غاضب. لم يسبق لي أحد أبدا أن نظر لي بذلك الشكل، لكنني أدرك معنى تلك النظرة. منحط. ويفلش الطاولة ويتجوز. تلك المرأة موهبة استثنائية غير احتيال، فوقك بكثير جدا. من الطبيعي أن تنظر إليك هي كذلك. أنت الوحيد الذي يمكن أن يعتبر موهبة استثنائية في مثل النوع من الاستدلال الحاكم النائية، لكن في الخارج حقيقة مختلفة بالكامل. أنت شخص من معرفته محدودة. أنت لم تصدق ما قال هذا الرجل عجوز سابقا. استمع جيدا جدا لهذا العجوز، وفي المستقبل ستصبح الأقوى في هذا العالم. عندما يحين ذلك الوقت يمكنك التفكير في الحصول عليها وامثالها. اصمت يصرخ. لكن يفكر بعد قليل.
أخبرني كيف أفعلها، كيف أصبح أكثر قوة. وينصدم العجوز. حسنا حسنا حسنا، عيون شرسة جدا جيدة. هذا النوع من الحيوان ما يريد هذا العجوز. ها ها ها. ما دمت ستوافق على شروط هذا الرجل العجوز، القوة، السمع، المكانة، أي كان ما تريد هذا الرجل العجوز سيساعدك بكل قدرة الحصول عليها. أنا أعلم باستغلال هذا الوحش العجوز لي، لكن هذا لا يهم. أنا سوف أستغلك إذا قدر ما أريد ما دمت ذا قيمة. إذا هذا العجوز وانتهي الفتى سنتماشى معه في هذا العالم. ها ها. أفضل شيء أن هذا الشخص يعود لي وحدي فقط. شيت، ضاع الكثير من الوقت بسبب تلك النيران. اندفاع. من قال لك لا تستمع توجيه هذا العجوز سابقا؟ هذا حكم خاطئ. حق بالتخير حتى هذا الوقت. قلب النيرفان ذاك يجب أن تكون قد استلمت شوتشين معظمة بالفعل. المدخل مفتوح بالفعل. هل أتيت متأخرة جدا؟ أول دخوله. ويرى بطلنا وتشوتشين. لين تشوتشين أزالت حجابها في الواقع. مظهرها الجميل مدمر حقا. مصدوم ومن يكون هذا الفتى؟ لماذا هو ولين تشوتشين مع ملاقى بين هذين الاثنين؟ لين دونغ لم أسمع به من قبل. إذن هو من فرع القمام ذلك. أرجع كنز روحي حالة واركح كاعتذار وعيان. تنهد بطنها. هاي مسألة تخصنا أنا لين دونغ. لم يسألك أحد معالجتها. انقلع ويغضب. مجرد قمامة وتجرأ الاستهزاء بي. أدفع ثمن بالركوع أمامي في بركة دماء. لين لاغتيان بعد سنتين لاحقا في منافسة فنون القتال تجمع العام العاشرة. مساء يوم ستدفع ثمنها 100 مرة. هذا النوع من مظهر التافهة. أنا قسمت جدا. في النهاية هو لا يختفى ويركع أمامي. مع ذلك حاجز حياة صعلوك صعب جدا. وتريد تعلم الدرس مرة أخرى. أنسى ذلك. الآخرون هم من عائلين أيضا. يجب أن لا أفقد مكانتي. على كل حال هذا النوع من الأشخاص متعجرفين. قريبة وعاجلة يموتون موتا مسوية مع مكانة في زاوية قذرة. ونرى ضرب عميان. كيف أصبح شق مثلك بهذه القوة فقط في سنة واحدة؟ من تعتقد نفسك؟ تريد أن تأمرني؟ ها أيضا. لين لا امتحان من بنظرك كف السماء عشيرة اللين الآن. إذا من ليس مقتنع فليتقدم لي. أنا لين دون سأستمر حتى النهاية. ترى هاي الكلام من وجهة نظر لينا هو متعصب. لقد بدأ لوح فنون القتال مستوى الإظهار بالوميض. أنا أفهم بكل وضوح كل ما تريد. كل هذا القمامة ليس فقط محاولة مواجهة عبثا بل تحسين مكانتكم أيضا. هل ممكن أن يحصل الشخص ما على فنون القتال مستوى الإظهار؟ فقط أنت سترى حقيقة تحطم إلى مجرد قطعة دون رحم. ذلك الحلم الرخيص خاصتك. فالدرب الطبيعي تلك الحافة التي ستسقطك في هاوية اليأس. الجرأة على مواجهتي لن تحصل منها سوى على الموت معنا الإذلال. الزوال دون داخل اللوح روح القتال. نرى البرج وهو يضيء وهم جالسين. أخيرا تقريبا من له حق امتلاك الأماكن المتبقية. لوح روح القتال قد بدأ بالمراسم بالفعل. تسأل ما إذا سيتمكن أحد ما من الحصول على فن قتال مستوى الإظهار. نراهم جالسون وهم يدخل معهم الجميع. سيتم اتصاله داخل اللوح. الحظ من سيقرأ أي رتبة من فنون القتال سيجدونها. ونعم دخلوا فضاء البرج. إذن هذا هو الفضاء داخل اللوح. روح القتال مثير لبعض الشيء. أوه. فن قتال الرتبة 7 كف شق السماء. يبدو أن هذا العدد لا نهاية من النجوم ساقطة تحوي كل واحدة منها على نوع من فنون القتال ويسحقها. على كل حال هي تبقي في القتال من رتبة السابعة. تدميرك لها بهذا الشكل الناس في الخارج سيبكون لو شاهدوا هذا. أنا لست أنا التجميع القمامة. الشيء الوحيد المفيد لي هي فنون قتال مستوى الإظهار. إذن لا خيار آخر أمامك سوى إيجاد روح هذا اللوح. روح اللوح. ذاك صح روح اللوح. روح القتال تملك وعيها بالفعل ممتلكة روحها. على ما يبدو العجوز روح المدرب مالها الانتيان بس لكن شر على ما يبدو. فالقتال مستوى الإظهار في يد روح اللوح هذا أو شيء كهذا موجود فعلا. إذن بما أن الأمر هكذا منذ البداية فقد طريق. إذن من فضلك يا سيلف
ويقول أخبرنا يا الفتى، تملك أي شكوك في هذا الرجل العجوز؟ بمثل هذا النوع من الشك المفرط هذا الرجل العجوز لا يتمكن من مساعدتك. أو إذا تعتقدني أشك فيك كثيرا يا السيلف، ليس الأمر كذلك؟ إذا لا يمكنني معرفة الفائدة من توجيه السيف لي إلى تلك المصفوفة السحرية القديمة آخر مرة. الشاب يعتقد أنها كانت يبدو أكثر من مثل مصفوفة فتن القلب والروح الشيطان المذكورة في الأساطير. فتن قلب والروح، أين يمكن أن تكون هناك مصفوفة غريبة كذلك؟ تلك المصفوفة السحرية سمحت لك بتسع زيادة طاقتك الروحية. لماذا قد يخدعك هذا الرجل عجوز؟ إذا هذا الشاب مطمئن. ثعلب عجوز، هي الفتاة في المستقبل، لا داعي المبالغة في التفكير. هذا العجوز وأنت في نفس الجانب. حدث بالصدفة وإن رأيت مصفوفة مشابهة في كتاب قديم سابقا. حسن الحظ المصفوفة القديمة كانت غير صالحة للاستعمال بالفعل. غير ذلك من المدري كيف سيكون الوضع الآن. قوة هذا الثعلب العجوز كانت تخترق السماوات في الماضي، أما الآن فقد سقط في هذا العالم، لكنه لا يزال مخادعا. لقد قال إنه كان يبحث عني بسبب امتلاك الموهبة جيدة تساعدنا حتى تصبح أكثر قوة. ما يملك الفرصة يستعيد قوته، لكن من مظهر الوضع هكذا أن اخفضت حذر بعض الشيء فقط. ربما قد يتحول كل هذا إلى فخ ذلك الثعلب العجوز. عندما تهد لحظة الموت بسهولة في أفضل الأحوال قد تتحول إلى مجرد أداة بدون يتحكم بها. الثعلب العجوز لابد لها من الاستمرار في العيش، لكن لا يمكنها الموت. بما أن الأمر وصل لهذا الحد ليس هناك مجال للتراجع الآن. في هذا العام هناك نوعان من الناس فقط، واحد يعيش حياة النمل دون قوة، وقوة الآخر لا يملك السيطرة على كل شيء. والنياتيان يمكن أن يكون إلها لا غير، لا يهم أي وسائل مفيدة تضطر لاستخدامها. أول حجر يداس عليه في طريق رحلة المكان سيكون أنت لا غيرك أيها الثعلب العجوز. إنها في الأمام تقريبا، قبل لحظة تعرض السحق. يمكنك اللعب أمامك ما تريد الآن. أخيرا هناك تلك الكرة المضيئة في أسفل هي روح اللوح. ذلك صحيح، بدون هذا الرجل العجوز حتى لو كنت مدرب نيفان إذا لما وجدتها. بالإضافة أن روح اللوح جبانة جدا، أما أن تهرب لن تتمكن من مسكها مرة أخرى. إذا والتالي العجوز يضحك على ما يبدو متفاجئ لإنلاختيان ماذا يريد أن يفعل. دمدمة. هذا العجوز قد ختم روح بالتعويذة، من المستحيل لها الهروب مهما كان الحال. أوه تخطيط جيد هاي السلف. إذا نجبرها الآن تسليف فنقتل الناس من مستوى الإظهار. لكن ماذا حصل؟ ما دمت تسلمي لي فانقتال مستوى الإظهار أضمن لك لا تصاب بخدش واحد. فهمت؟ هروب. هل هربت؟ الفتى رأيت لسانك يخطف في الاستماع لهذا الرجل العجوز. أعطاه لقاء السلف في سابق عظيم حقا، من فضلك لا تهتم لي هي السلف. أعطته تدريب وهربت. فانقتال مستوى الإظهار في قضتي بالفعل، لكن ما يأتي بعد هذا هو الجزء الأهم، وهذا كنز أكثر قيمة بألف مرة من فانقتال مستوى التكوين. مضى كثير من الوقت، لا يجب أن تكون هناك نتيجة أو مجموعة من القوى الروحية تطاير في الأعلى. أكثر من واحد أيضا. تمكن أي أحد من الحصول على فن قتال مستوى الإظهار؟ نرى كلهم يتعلموا ذلك، ومعظم الأشخاص قد فتحوا عيونهم. الأرقام في الأعلى تمثل رتبة فن القتال الذي حصلوا عليه. 9 9 8 8. جميعهم في الرتبة 8 و9. جميع النخبة العشائر الأربعة لم يتمكن من الحصول على فن قتال بمستوى الإظهار. شيت، انتهى الوقت. ايه هو ذاك القرد الأحمق في الواقع حصل على الرتبة 9 يا لها من عار حقا. هاي من هوان بوغو حصلت رتبة 8. كل المتبقين هم اعتقد هذا أبو الأحمر حصلت 9، لأن لانتيان هو لم يفتح حتى الآن. يمكن بأنه يملك فرصة الحصول على فنقتل بمستوى الإظهار؟ طبعا وياها العجوز خبيث من غير محتمل لا يمكن كيف تقولها، لكن مستوى الإظهار يفتح عيني. لكن لا تفتح عيني لم يظهر أي رقم في الأعلى. طاقة أيوان تتجمع في السماء، الرياح تجمع حول اللانتيان. يمكن بأن هذا هو المصفوفات 8 للسماوات 9 المقفرة. إطلاق
أوهو لقد ظهر فن قتال حقيقي في مستوى الإظهار، قدرته مروعة للغاية، لا داعي للاندهاش كثيرا. هذه هي الفجوة بيني وبينكم، مستحيل تجاوزها. هذا غير مريح حقا كما هو متوقع، لأن التيران هو الأكثر قوة. لا يزال هناك شخص واحد مفقود، ذلك أنه على ليندون. كيف يمكن هذا؟ مصدوم. المفاجأة هنا، المفاجأة. أصبح سجين مقفر السماء العظيم. يبدو أن ليندون قد تجاوز احتمال الحصول على فن قتال من الرتبة التاسعة. كيف يمكن هذا؟ يمكن فن قتال إظهار مستحيل. إذا ليندون ولين لاتيا سيكسبان نفس الجائزة. من الصعب تحديد. لا يزال الفتى الشاب هكذا، وهو قبل ساعة دخل لوح روح القتال. نرى بطل هو سعيد. هذا النجوم في السماء كلها في واقف القتال من الرتبة العالية. يمكن بأنني وصلت إلى أنا سعيد. ننطلق دلوقتي الصغير تقبل بمثل هالبقايا التافهة بسهولة. اللورد الدلق يحتقرك القتل الجو بالكامل، لكن هذا بخلك شديد. لا تكن ولا تلومن، لا تتجشف أن القتال هنا متشابه. ماذا يمكن؟ يجب علينا الذهاب كل الطريق بإيجاد روح الروح. يمكن الحصول على فن قتال بمستوى الإظهار، ما يعني أن هذا هو الحال بدون توجيه. اللورد الدلق فقط أحلم بإيجادها، بالإضافة إلى أن التواصل مع روح اللوح يعتمد على الحظ. ها يا للأسف ما الأمر. روح لوح هذا خافة، كما لو أنها كانت تعاني تخفي هالتها بقوة. يمكنني فقط الشعور بتواجدها في هذه المنطقة. ماذا إذا ما العمل؟ وليس هناك شيء للفعل في منطقة إطلالة واسعة كهذا. تثق بإيجادها واحتمال ظهورها مستحيل. هي أنت لا يمكنك خداعي بهذا الشكل. اعتبر نفسك محظوظا. نحن لا يزال بيدنا حجر الطلسم، وجه حجر الطلسم في الأمام. روح هذا الصغيرة، روح اللوحة هذه الصغيرة كطفل. تواصل بقليل من وعيك مع حجر الطلسم بعض الوقت هكذا، ويفعل طاقة ونراه شعات بريق هناك تماما. أو حجر الطلسم مدهش حقا. كان حذرا عن طريقة من روح اللوح، خافة جدا. ايه حسنا يزت تهرب. لا يمكن فعل شيء. دعنا نقوم بمحاصرتها. المهلة. يمكنني سماع صراخها عن طريق إحساس حجر الطلسم. من الأفضل عدم استخدام قوة التحكم بها. أوه فرقع. أوه يتوقف. انتظر مرة أخرى. اختبأ مرة أخرى. هي امسكتك. هي حظك ليس سيئة شقي. ما هذا؟ ما خطبها روح اللوح؟ تغير شكلها على ما يبدو. فتاة صغيرة. ما هذا؟ اقترب على أن نؤذيك. تعالي. نرى سحب وقفتها أمام اللندق. لطيفة جدا. دعينا ناديك شينتان القليل من وقت. أنت تبدو مثل عم عليل. اصمت. لا وردي الشعر وغد. هي الأخ الكبير. أنت شخص جيد. شعر وردي. تتحدثين عن لين لاغتيان؟ يمكن بأن لين لاغتيان أتى هنا يتنمر عليك ذلك الوقت الوقع. لا أضمن أيتها الفتاة الصغيرة، أخوك كبير سيتأكد من مساعدتك في انتقام. صح. وروح الأخ الكبير. تصفيق. تسحبه. أيتها الفتاة الصغيرة، إلى أين تأخذيني؟ يمكن بأن أوه هذا النطاق مرتبط بهذا الفضاء في الواقع. واو نوع من الضغط القوي هنا. نرى. ادخل البرج. ما هذا البرج؟ أصبح سجين مقفر السماء العظيم. هذا كان ذلك صحيح. هذا فن قتال من مستوى الإظهار بالتأكيد. ونرى دخل لاوعيه. ماذا حصل؟ يمكن حصل عليه. أوه طريقة تدريب تستمر في التدفق على رأسي. أسلوب هيمنة جيد. يمكن بأنني قادر على استخدامه الآن. أصبح سجين مقفر السماء العظيم. إذا أنا لن أصعد إلى السماوات. أحلم. لا أستعمل قوتك. لأن استخدام 1 من 10 فقط سيصعدك درجة الرضا. يبدو أن هناك المزيد من المعلومات تخترق رأسي أيضا. يبدو أن لوح روح القتال داخل هذا يخفي تحت بلاطة. هذا الحبوب المتجمعة ومشابهة كالبحر. يبدو أنها بالكامل حبوب النيرفانادان. أنا بذلت كثير من الجهد فقط للحصول على 2، لكن هذا المكان يحتوي على آلاف منها. هذه كمية مخيفة جدا. معرفة الشخص بهذا الشيء يجعل مجنون بالسعادة بالكامل. هذا في العمق هناك ظل يتحرك.
ماذا كان ذلك؟ تنين؟ أي يمكن بأن طرف العصور القديمة هذا تملك وحش حارسة متبقية؟ وينهض مهلا ما ذاك الشي خلف جسد التنين على ما يدفع هو عرشه فوق العرش يخصا ما بقايا عظمي. ماذا؟ يا لها من راحة كريهة وأيضا هو يحدق. هاي لقد تجعل الشخص يختنق. يتألم ليندون تراجع للمخرج بسرعة. ماذا كان ذلك العظمي؟ أنا لا أعلم أيضا لكن إياك استفزاز ذلك العظمي قطعة غير ذلك ستكون ميتة. ليندون لا يزال لم يفتح عينيه بعد. يمكن بأنه حصل في انقتال بمستوى إظهار أكثر قوة من لين لاغتيان. غير ممكن قطعا. هو ليس سوى مجرد جلد عادي مقيمة. هذا الشقي تنة. يمكن هذا حقا. أوه أنا لا أستيقظ بطلنا ليندون. فانقتال مستوى الإظهار أصبح سجين كفر السماء العظيم. الاختراق خلال مستوى تشكيل شي في نفس الوقت. هنا الأخير ليندون خرج من اللوح واكتشف فن قتال بمستوى الإظهار أيضا في الواقع. ليس ذلك فقط يبدو أن فن القتال هذا أكثر قوة حتى مقارب الخاص بلين لانتيان. بطلنا فرحان. ليس فقط الحصول على فن قتال بمستوى الإظهار بل حتى الاختراق خلال مستوى التشكيتشي. الربح كبير حق هذه المرة. حظك متفجر حقا يا الشقي. بفضل حجر السماء إذا تشكل الأخت الصغيرة روح اللوح. لولاها لما كان كالشيء بهذا السلاسة. عمرها الفعلي أكبر بكثير من خاصتك. شقي مثلك يملك طرقه مع الفتيات الصغيرات حتى يد الناس بسجين مقفر السماوي العظيم. فانقتال أكثر قوة بكثير من الذي اكتسب اللين لا لا أدري كيف يمكن اعتبار هذا الشخص عبقري وعشير اللين الأول. هذا هو الوجه المحطم بكل وضوح. نراه معصبين. ليندون هذا الشق محظوظ فعلا. للناتيان الأمر التالي أكثر أولوية. هاي عشيرة وانبو ليس مهتمة بس هي شايفتهم يريد يهجمون وتقول لا يقول عالم لا للناتيان. لو لم يكن لجي شيء آخر أكثر أهمية كان لابد لك اليوم من قصد من الموت. فانقتال مستوى إذا فقط. لو انهيت هناك مبكرا ليندون وعصبه. يبدو أن الجو ليس جيدا كثيرا. لا تكن فخور جدا بنفسك كذلك. حاليا أنت لست بند له وينظر إليه. تنظروا قليلا جميعا. لين لانتيانا لدي شيء تصريح عنها. ماذا يريد يقول؟ هذه المرة نحن عشر الأربع العظيمة أتينا معه بسبب معلومات موثوقة حصلنا عليها أن طائف البرية الكبيرة هذا تخفي داخل حجم هائلة من الكنوز الثمينة. كنوز ثمينة أين هي؟ هذا الكنز موجود داخل بلاد تحت الأرض أسفل ساحل اللوح البرية الكبيرة هذه. كل هذه السنوات طائف البرية الكبيرة خلفت وراءها عدة ملايين من حبوب النيرفان الخالصة. عدة ملايين حبوب النيرفان الخالصة. لين لانتيان القول الحقيقة حقا. أنت جرت على الأدعاء أن قد تنتهي بالكامل. حقيقة بالطبع. شخص أنا لين لانتيان ما الذي سيستفيد من خداعكم مع مكسب كبير كهذا؟ لماذا قد لن تبقوا كل شيء لكم؟ من مستحيل تصديق لطفك الكثير هذا. واو يبدو أنهم ولين لانتيان يعلمون بشأن أمر البلاد تحت الأرض أيضا. موجود هنا 1000 السنين اكتشاف. الآخر للسر أيضا طبيعي. لا نحن لا نفكر في الاستمتاع لوحدنا. امتلاك كل هذا الكنوز غير مناسب قليلا. نحن فقط لن نتمكن من هزم الوحش القديم الحارس للكنوز. إذا نسأل مساعدة الجميع من فضلكم تلك الملايين من حبوب النيرفان سيتوجب مشاركتها. إذا الأمر هكذا في الواقع اعتبر أنكم تعلمون مداكم. يمكن المساعدة. أجل نبدأ. أوكي. ويبدون هجوم على بلاد الأرض. فعلا هناك شيء ما تحت الأرض تحت الساحة. لاغتيان يقول الحقيقة. ماذا عن ذلك الوحش القديم الحارس؟ ما الذي تخاف؟ نحن نملك كثير من الأشخاص. ماذا يجب أن نفعل؟ نلقي نظرة أولا. الهروب حالا لن ينفع. في الأسفل هناك ذلك العظم المرعب. احذروا من فضلكم جميعا. الوحش القديم على وشك الظهور. نرى الطاقة تتسرب من تحت الأرض ووحش الحارس يظهر لهم. قوي جدا والجميع يهرب يحاول. متبقون من فضلكم تتبعوا تشكيلة مصفوفتي. مو يبدو يريد يقودهم الغبي. يريد يقتلهم قصدي.
مصفوف التحاكي الرباعي للحكماء الأربعة ختم هدير. أوه لقد ختم رائع. هذا الوحش القديم ليس بسيطا، في حال انكسار الختم الجميع لن يتمكن حتى من الاقتراب إلى حبوب النيرفانا. ذلك صحيح، دون وموت هذا الوحشي لن يحصل أي أحد على أي شيء. جميعا نتعامل مع أفرغ الطاقة أيوان نحو مصفوفة التحاكي الرباعي. اطلقوا. النمر الأبيض التنين رابض أزور الغربي الشرق العجوز طير الجنوب القرمز المحلق سلحفاة القرفصاء السوداء الشمالية لان التحاكي الرباعي الحكماء الأربعة. الضغط. يا لها من المصفوفات منتشرة. الأشعار الأربعة تملك مثل هذا النوع من المصفوفات ليسوا بسطاء حقا، حتى إن كانت قدر هذه المصفوفة الكبيرة هي لا تزال في حاجة لاستلام كثير من المساعدة الأخيرة إذا يمكن اعتبارها متوسطة فقط. نيندو هلا قمت بمعرف لي ذلك الوحش القديم يدعى تنين خفاش الدم. البداية ابتلاع اللورد الدلق الروحي يمكن أن يسترجع الكثير من القوة. ماذا أنت تريد منا؟ نحن اثنين فقط تعال مع ذاك الوحش العملاق. الكثير من الناس لم يتمكن منها. إذا حسنا، على الرغم من أنها قول لكن مع هذا الحشد سيصاب بجروحات بالتأكيد. باغتناب هذه الفرصة بسيطة نحن معك كافيان. بطني يفكر. اوكي انت قد ساعدت كثير، مساعدتي لك شيء مؤكد كذلك. ودون دون العظيم حقا. انفجار التحكي الرباعي للحكماء الأربعة وأخيرا ظهرت تقنية قاتلة بالتحكي. كيف هو الأمر؟ يتم القضاء عليه. لا زال قادر على الحركة، التعامل معها صعب. نراه ينزف دماء على ما يبدو تأذى جدا. انتهى هذا الوحش القديم يهرب. مدهش هذه المرة يمكن الذهاب والحصول على حبوب النيرفانا. عد ملايين من النيرفانا الخالصة. شيء جيد كهذا يظهر مرة واحدة في الحياة. من يأتي أولا يخدم أولا. نيندو أن نذهب أيضا شياويان. لاحقت تنين خفاش الدم البدائي. الذهاب للبلاط تحت الأرض رمي الحياة مكان ليس هناك بالتأكيد. ابتسم بطل لين لا اغتيان ذلك الأحمق يعلم بشأن الكنوز فقط، لكن لا يعلم بشأن ذلك العظم الغثيظ. ذلك قد لا يكون صحيح. أنا أعتقد أنه يعلم شيء ما في الغالب. كل شيء محتمل حتى هو يعلم أن الذهاب هناك سينهي حياته. يمكن أن يملك طريقة التعامل معها أيضا. أن تكون هناك طريقة أو لا أنا لا أعلم. مع ذلك بالتفكير أنه يطلب مساعدة كثير من الناس بهذا الشكل يحقق كل ما أراده هو التعامل مع تنين خفاش الدم بداية فقط. حبوب النيرفا الخالصة وهم مساعدة. ماذا هذا الاغتيال ليس بسيطا مقارنة مع كفاءة نحن يجب أن نولي المزيد من الاهتمام الدهاء قصده. الاغتيال نحن يجب علينا البدء أيضا. تأخر أكثر شيء قد دعانا الكثير بالتأكيد. انتظر لي بعد حاليا ليس هناك ما يكفي الناس الدخول. هو سنكون في خطر إن دخلنا أولا. خطأ ذلك الشيء هناك قوة تلك الدرجة قوي. أنت لست مخطئا. أعتقد أن ذاك الشيء يملك قدرة فعل المسح هذا الإمبراطورية من الوجود. إن كان هناك أي خفاش قليل حتى للحذر نحن لن نكون في حال أفضل من أي هذه العصابة أينما ذهبنا. بين لدي الدهاء أو يعلم أيضا بالعظمي. إذا ليست هذه النهاية. كل هؤلاء الأشخاص لن يكون فعل هذا غير مناسب. بعض الشيء هي من يتم أمرهم غير مناسب. ليس الاحتراق الأهرامات بعضها منتصف الليل مصير العث. انت تعني الاغتيال من اجل نفسك سيجعل الاخرين يذهبون كطعم وكبش فداء. ذلك صحيح. بما انك في عداوة معه يجب ان تكون اكثر حذرا في المستقبل. اجل انا اعلم. حسنا ان نتحدث بشأن ذلك لاحقا. الان يجب التعامل مع الشيء المهم امامنا اولا. هذه الوجبة العظيمة لابد للورد الدلق من أكلها. تنين خفاش الدم البدائي. هيا الدلق الصغير متى يجب علينا البدء؟ تنين خفاش الدم مصاب بجروح حادة بالفعل. انتظر حتى تنزل في قدرة احتماله. وأخيرا لم يعد قادر على التحمل ويريد الهبوط. أنتني جاري بسرعة اللورد الدلق لا يمكن انتظار أكثر. هي اهدى قليلا يا رجل. لقد نمت العدة قرون وأفضل وجبة لي حتى الآن أمامي بالفعل. كيف تريد من لورد الدلق أن يهدأ؟ بابتلاع روح هذا الرفيق الشيطاني قوة اللورد الدلق يمكن أن تسترجع لي مستوى الإظهار على الأقل. إلى أن تحين تلك اللحظة قد لن تتمكن من حصول على حماية اللورد الدلق. ونراه ساقط على الأرض. إذا سنضطر الانتظار حتى ينتهي. بما أن الأمر قد تقرر سنتمك حقا التعامل معه.
لا مشكلة اطمن، هو تنين ميت بالفعل تقريبا. متى قام اللورد الدلق وخداعه العديد من المرات. انت شقي سيء النية حقا مع اللورد الدلق، المنافة ستسقط عليك لن تكون قليلة. حسنا حسنا، لديك وجهة نظر سأساعدك. فعلا التخلص من هذا التنين لا بغاية السهولة. واو، وجدهم ما أطلق عليهم. حتى اختباركم سهل وكشف، ما يعرفون يختبئون. لم تقل أن هذا الرفيق في طريق للموت، ما خطب إذن خنقه. لذلك صحيح لو يميك المصابة بجراحات حركة واحدة منها ستختلق في لحظة. ما جيد جدا بشان هذا إذا انتهى مهلا إذا أصابه سيكافح للموت تحملها حتى النهاية. لا حل آخر إذن، فقد تذكر المعروف يا الشقي. تقدم. وهو يصرخ الهجوم عليه سريع جدا. نرى تدخل الدمية الختم للدفاع عن بطلنا. ذلك كان قريبا، لو لم تدخل دمية الختم قبل لحظة كانت نسبة جروح 80%. استعمل دمية الختم قدر الإمكان حتى تجاري، ويستعمل كل قوة اللورد الدلق سيقوم بالحركة النهائية. واو، دمية الختم العزيزة خاصتي، كيف يمكن تحطمك بهذا الشكل فجأة؟ الإقناع لن يكون سهل هكذا. ما الذي يمكن أن يفعلها في حال تحطمها؟ أنها أداة عالية الجودة، لا تكن بخيلة جدا. هيا نرى ماذا ضرب الوحش. الهجوم. ليندون يهاجم الوحش بشراسة. نرى الدنيا تسقط، ونرى ليندون يهجم وراحكم رمح الموازين السماوية. تشكي جياو تنين يملك القدرة على التحكم بالمطر والفيضانات. أوه، يصرخ خطية ويبدأ الهجوم ويتفاداها بطلنا، لكن هذا الوحش. ونرى الدمية تضربه في رأسه التنين. ونرى فعال التقنية قبل الحلقة السابقة يقول: هيا التنين الأحمق، تحمل هذه الحركة. براثن شر من الأخضاع الذهبية. ونرى يفيض دماء. هذا الرفيق صلب جدا، لم تنتهي يا الدلق الصغير. ونراه يرتجف من الألم. ونرى الدلق يجهز، هذا سيكون كافيا لإنهاء هذا الرفيق. دع الباقي للورد الدلق. مقطع وحش السماء. ونرى تم قطع الأشلاء. ما هذه التقنية مرعبة. الشقي قادر على قطعها في الواقع، لماذا لم تفعل هذا منذ البداية؟ ليس هناك حل آخر، لو الدلق يزال ضعيفة جدا حاليا. اي أخيرا انتهى، عمل جيد. اللحم تني خفاش الدم يحتوي على الكثير من الطاقة كذلك. انت لا ينفعك، لكن لو تناول هذا لأنه الرحمة قدراته ستضاعف كثيرا. ما دام اللورد الدلق سيحصل على الروح شيطانية فلا اهتمام له بهذا الكتلة. بما أن الأمر هكذا، فاللورد الدلق لا يهتم أيضا تنيني الصغير فقط، لكن مطيعا وتعال ابتلعك. أوه، نجوم تلألأ. أوه هذا الفتى. لا تتحرك. من تكون؟ هي لا داعي لن تعلم. جثة تنين خفاش الدم بدا يمكن الانتباه بالثمن عالي جدا. حظ شيطان صغير مثلك ليس سيء، يمكن اتخاذ كنز كهذا في الواقع، لكنه ملك لنا الآن نحن العميين. اتخاذ تنين خفاش دم، هذا قتل بواسطة نحن في الواقع. هذا الوحش الضخم بالمستوى الظهر الشقي. تفحص هدفك قبل أن تفوه بكلام كبير. هدان العمار قد كان متجهين نحو اللوح روح القتال، وصاد وجثة النين خفاش دم يلاحظ جيد حقا. الشقي بسرعة جعل هذين الحيوانين ليفين متشردين يقنعان من الجهة الأخرى. هاي فتى مطيع، مزاح هذا العام جيد، ربما يسعدك تذهب. لكنهم يضربهم بالدمية. دمية ختم. انت تملك شيء ثمين كهذا في الواقع؟ انت مالتنا لا تعلم ما يكون كم هذا موسف حقا. ليندون اسمح لي، شخص مشهور جدا. من أنت؟ حيوان أليف متشرد، أعينكم موجودة على مخارتكم. ما أسمح اللورد الدلق أن يثقفكما بتقنية التغذيب السرية لأسوأ السلالة وحش الدلق السماوي. ما الذي حول هذا الجرذ فعله؟
من تدعو بجرذ مات. يبدو أن شكل تحول الحاجة مزعجة جدا. لا عجب في الحاحة كثيرا من أجل استرجاع قوته. يا للدودتين مسكينتين، مجرد قمامتين ولدا عن طريق الخطأ. لو تدلق أخطاء في نظر لهذه المسألة بجدية. حسنا أطفى نارك. لكن يتفاجئون بشيء يرفرف نحوهم، أي أن من الأحمق أسرف امتصاص طاقة يخفش دم. من دون أن تقم بحمايتنا لا تسمح بأي إزعاج بسرعة. أصاب الحمقى تلك يقظة العظم أخيرا. القتل القادمة في هذا الاتجاه. اللوح روح القتال لا انتيان ذلك الحثالة. هناك شي كذلك يحرس الكنوز في الواقع. ذلك شي ملعب جدا. كل الشباب في الأمام انفجروا لضباب الدم. أوه نرى تفجيرات ينفجرون ويسمنون خطية. خدعام اللصوص. ارتفاع ماذا والرفاع مرضي ما يسمونه. سيقتلون بدون عذر. وتكون النهاية. أما يعجبكم المقطع وتضعون لايك واشتراك بالقناة وشكرا لكم.